معقوله سبيروسباتس مش مصريه؟ مبدئيا كده يا جماعه هي نحله نسبه لصاحبها من جزيره يونانيه مشهوره ان فيها مناحل كتيره للعسل، مش دبانه زي ما في ناس كتيره جدا بتقول عليها ان هي اشهر دبانه في مصر. كنت قاعد في الشغل لا بيا ولا عليا وفجاه لقيت زميله ليا بتقول يا جماعه الحقوا سبيروسباتس طلعت مش مصريه، وبحثت في الموضوع ولقيت فعلا في ناس بره بيروجوا للنقطه دي. سنه 1920 لبدايه المشروب الغازي كان صاحبها واحد يوناني، وسبيرو من مواليد 1885، ولما جه مصر نزل على اسكندريه كان عنده حوالي 15 سنه. كان اشتغل كده في معمل صغير مع عمه بس كانوا بيعملوا الليموناته بس، وبعد كده استقل هو واخوه وعملوا سبيروسباتس في القاهره. في التسعينات بقى كده تم بيع المصنع لعائله مصريه لحد 2015 لحد اما اصحابه توفوا، وبعد كده المصنع قفل ورجع تاني المصنع اشتغل لما ابن صاحب المصنع رجع من بره، وهم اتنين شركاء يوسف ومينا طلعت. والشركه يا جماعه مصريه 100%. جربتوها بقى ولا لا؟ وايه رايكم فيها؟ بس كده والسلام.